عسلامة يا جماعة، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله يا ربي تكونوا في خير وصحة وعافية. اليوم رجعت لكم بروسيت جديدة إن شاء الله باش نعملوا مع بعضنا كعبات مورانج على طريقتي. روسيت ياسر ياسر سهلة وناجحة 100%. صدقوني بنا مش عادية، وهي عشق الصغيرات والكبار زادة. تويكا باش نخليكم مع طريقة التحضير، وكان جربتوها كالعادة خليوا لي رايكم في التعليقات. بالنسبة لمكونات المورانج متاعنا، خذيت 180 جرام سكر. أنا استعملت المحور خاطر العادي ما عنديش مفقود. عليهم 90 جرام أبيض عظم، عليهم واحدة سكر فاني، رشة ملح و60 جرام ماء. نجموا راو كان ما عندكمش ميزان تكيلوا كمية السكر عليها شطرها أعظم. حطيت السكر في كاسرونة وباش نحط عليهم 60 جرام ماء، نحرك بالكدا وباش نحطه فوق الغاز حتى لين يوصل ل 117 درجة. كان عندك ترمومتر كما قلت لكم يوصل ل 117 درجة، كان ما عندكش ترمومتر تقعد بحذاه وتحرك، رد بالك تحرق راهو في ساعة ما يطيب لين يولي يعمل كشكوشات كبار هكايا، كشكوشات عقدين، تحسوا عقاد بالكدا وعمل كشكوشات، وقتها اترك عليه الغاز. سينو كان عندك الترمومتر كما قلت لك يوصل ل 117 درجة. بالنسبة للعظم ناخذوا صحفة شايحة من الماء، ردوا بالكم يبدأ فيها الماء، راهو العظم تاعكم ما يطلعش. حطيت فيها 90 جرام أبيض العظم، رشة الملح وواحدة السكر الفاني، وباش نحط الباتور متاعي في أقل درجة في الركاذة بشوية بشوية. كي توصل ل 114 درجة الشحور متاعنا، وقتها نقويه في الباتور متاعنا. كان معناش ترمومتر كما قلت لكم بالعينين، هو يبدأ باش يغلي ونحن نزيدو في الركاذة باش يجي قد كما تراو الشحور هكاك. الدرجة متاع الشحور وين توصل عاقدة فيها برشا كشكوشات، وكان عندكم ترمومتر كما قلت لكم توصلوه ل 117 درجة. بعد ما يطيب الشحور متاعنا والباتور تركض كما تراو فيها بالضبط، باش نبداو نصبو في الشحور بخيط بشوية بشوية كما الخيط بالضبط، وهو اللي يتركض وركضة قاعدة تركض حتى لين نكمل نصبوا أك الشحور ونخليوها تركض بالكدا لين كي نمسوا الصحفة متاع الباتور نلقاوها باردة. كي نمسوا الصحفة من برا نلقاوها بردت كومبليتمون، وقتها نوقفوا على التركيز. هذه البنات التكستور اللي تحصلوا عليها منقار عصفور. كي نهزوا الخليط متاع المورانج متاعنا يقعد واقف ما يتيح الجملة، معناها دليل على المورانج متاعنا ناجح. ردوا بالكم راو يلزموا كيما تراو فيه بالضبط في الفيديو، راو يبدأ واقف ما يتيح الجملة. خذيت بوش ادوي كما تراو فيه، وباش ناخذ كولورون جيد. بالنسبه لي انا خذيت جزء الوان، واحد اخضر وواحد احمر، باش نعمل بيهم خطوط في البوش ادوي. من بعد باش يجيوك عباد المورانج نتاعنا مزينين. راهو تنجموا تستغناو على لاستيوس هذيا، معناها تصبوا الخليط نتاع المورانج طول في البوش ادوي وتخدموا على رواحكم. كان تحبوا كما انا عملت يجيوكم كعبات مزيانين، اعملوا خطوط كما تراو في الفيديو. المفيد يكون الكولورون جيل، ما يكونش لا ليكيد لا بودر. والالوان تنجموا تستعملوا اي الوان تحبوا، عليهم ليكم الاختيار. بعد ما كملت زينت البوش متاعنا بالخطوط كما تراو فيهم، باش نصب خليط المورانج متاعنا في البوش، وباش نبدا نشكل في كعبات المورانج على طبق فيه بابي كويسون. نعملوا الاشكال اللي نحبوا عليهم كيما تراو. انا عملت كعبات صغار، ليكم الاختيار تنجموا تعملوا اي اشكال. حطيت شويه مورانج في الطبق قبل البابي كويسون باش يلصق البابي كويسون، ونبدا نشكل في كعبات المورانج كيما تراو فيهم. صدقوني روسيت ناجحه 100%، وبنينه بنينه بنينه على الاخر وسهله، ويجيكم كعبات مزيانين على الاخر. كيما قلت لكم تنجموا تزينوا بالكولورون، سينو تنجموا تخليهم هكاكا، سينو تنجموا كان تحبوا تعملوهم ملونين اصلا ملونين تنجموا تحطوا مع خليط المورانج قبل ما تصبوا الشحور شويه ملون، ومن بعد تركزوا تزيدوا الشحور متاعكم يجيكم كعبات المورانج متاعكم ملونين. باش نحطهم في الفور على 100 درجه مده ساعتين. يلزمهم يقعدوا ساعتين في الفور، اما على 100 درجه
يقعدوا في أقلهم راهو المرانج يطيب في وقت مطول جدا باش يجيكم ناجح. وكيما تراو الكعبات هذوكم بعد ما طابوا شوفوا كالزينة وكاللمعة، روعة 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 روعة. ننصحكم جربوهم وتو تراو. إن شاء الله يا ربي الفيديو متاع اليوم عجبكم، إن شاء الله يا ربي تجربوهم وتعطيوني رايكم، إن شاء الله يا ربي نتقابلوا على قريب من الغادي. بوسكم بوسة كبيرة، نقولكم في أمان الله وبرشا برشا بوسات.